شكرا. لسه معاكم دينا صلاح مطبخ رمضان ومكملين الصحي المفيد، ومعانا الدكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه واستشاري الاطفال وزميل معهد الطفوله بجامعه عين شمس. لو تحبوا تشاركونا ولو حد عنده اي سؤال او استفسار للدكتور مجدي بدران يكلمنا على تليفوناتنا على 257-85-893 و257-93 195. دكتور مجدي كان الاتصال اللي فات من ايمن من الكويت كان بيتكلم عن منتجات الدايت. هل منتجات الدايت دي بتسبب حساسية؟ هل هي فعالة؟ طبعا انا منتجات الدايت بيستخدموها عشان فرمانة الوزن والوقاية من زيادة الوزن والكلام ده. انا شخصيا بميل للمنتجات الطبيعية، يبقى انا اللي عايز ينزل وزنه حاول يعمل ايه دلوقتي وممكن فرمان وزن مزمنة. نمرة 2 بالنسبة للحساسية، هو طبعا في المنتجات دي كلها يدخل فيها مكسبات طعم واللون والريحة موضح حظ، دي طبعا متوقع انها ممكن تعمل لي حساسية. اما بالنسبة للمنتجات الطبيعية ان انا ده حدث يعمل لها ترويج ولا دعاية. ما حدش بيتكلم ابدا على الالياف الناس مش عارفينها، وهي فعلا احنا بنعاني من نقص الالياف، والدليل ما حدش فينا بياكل الجزره بشهى، ما حدش بياكل الخياره بشهى، ما حدش احيانا التفاح بيقشروها، البرتقاله بيقشروها بطريقه غلط بحيث ان هو بيرمي الطبقه السميكه، الطبقه دي اسمها البكتين، والبكتين بتعمل ادويه غاليه جدا، هي الطبقه البيضاء البيضاء. احنا كلنا ما بنعرفش البطيخ يا عرض يروح عامل لك قطعه كبيره من البطيخ الحته البيضاء، لا يعني فاحنا مش عارفين الالياف موجوده فين؟ موجود في قشور البقول وموجوده في قشور الحبوب من الرز البني او القمح من الرده، موجود في قشور الخضروات والفاكهه بقدر الامكان. يبقى انا شخصيا بحب اكل فاكهه، يقول لك كل الفاكهه على قد ما تقدر بقلبها وقالبها ولبها قلبها ولبها كلها، ما تسيبش حاجه فيها. تاكل الحاجات دي كلها بتتمتع بالالياف. المشكله ان تقل الالياف عندي بيبقى اني مناعته قليله، عندي ميل السن، عندي ميل زيادة الوزن، عندي ميل السرطانات، وعندي ميل الحساسيات. والعكس صحيح، انا كل ما كترت الالياف عندي ربنا يعمل لي عندي نوع دي الحائط ده يمنع ارتفاع الدهون وارتفاع السكر بعد الاكل. انا بستفيد جدا كل مرضى السكر نفس السمان. الحاجه الثانيه انا وزني ما بيزيدش. الحاجه الثالثه حد لو حط لي ماده سامه حتى لو كان في مثلا ذبابه او حشره حطيت لي سم في الاكل مش هتدخل، يبقى انا باقي نفسي من السموم. دي مهمه جدا. بتلاحظ حضرتك في ناس مثلا في الارياف يقول لك واحده ماسكه على السم جوزها مثلا حطيت له مثلا سم الفرماتش، حطيت له سم التعبان ماشي، حطيت له سم الاسد ما ماتش. ليه؟ لانه بياكل الياف. ده وزن طبيعي يعني. بياكل الياف ازاي؟ عمال ياكل جرجير وكرفس وكران والكلام ده. الالياف دي عنده بقى حاجه ضد التسمم. جميل جدا. دي نصيحه للازواج على فكره ان هم ياكلوا الحاجات دي كويس جدا. انا معاكم تليفون دلوقتي يا دكتور، معانا خديجه على التليفون. مساء الخير يا خديجه. مساء النور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا خديجه، عندك اي استفسار للدكتور مجدي؟ ايوه انا عندي المراره، فانا ما اعرفش اكل البقوليات ولا لا. وتاني حاجه الانيميا عندي 3. 3؟ بالدليل قليل قوي يا خديجه. ليه كده؟ ايه السبب يا خديجه؟ ما بتاكليش يا خديجه ولا ايه؟ لا لازم تعرفي السبب. انت عندك الدم بيتكسر؟ لا ما فيش دم بيتكسر ولا اي حاجه، بس هو الانيميا كانت عندي 3. معلش 3 دي ايه؟ مكرونه الدم الحمراء ولا الجلوبين؟ قصدك ايه 3 يعني؟ كرات الدم الحمراء. لا ده قليل خالص. طيب انت عمرك كام؟ انا ماشيه في 15. لا انت كده قلبي سلامة. انت ما بتاكليش طيب يا خديجه ولا ايه؟ كويس. لا باكل كويس. عاملين فطار ايه النهارده؟ لا لسه جابت الفطار. لسه كويس يا خديجه. واسمعي معانا بس. وزنك كام يا خديجه؟ وزنك كام؟ وزني 45. اوكي. ليش كويس يا خديجه؟ هو بتوع المراره المشكله بالنسبه له لان هو عايز الدهون اكتر، فخلاص تاكل البخور مش مشكله برضه بترفع من عينتها. بس انت دلوقتي عايزه تشوفي ليه عندك الانيميا الواطيه بالشكل ده؟ لازم نحدد هل انت عندك نوع من التكاثر الدم مش جريانه، عندك مشكله في الامعاء، عندك ميكروب طفيل بحيث انت بتاكلي والاكل بياكله من وراكي. ليه؟ لازم نعرف ليه انت المشكله دي. هل المشكله عندك الانيميا النخاع؟ لازم تنحل المشكله دي ولازم تتصلح. بعد شهر تتصلح ان شاء الله قبل دخول المدارس. طيب ما فيش يعني بعض الاكلات بس طبعا لازم نعرف دلوقتي لو كلت وعندها مثلا ميكروب في بطنها بيستغل الاكل ده هيروح عليه. بس لازم برضه نطمن ان مفيش حاجه، لازم نتابع على الطريق ونعمل شويه تحاليل بسيطه كده لدرجه الانيميا سبب الانيميا والطفيليات موجوده ولا لا، وبعد كده نقول على الاكل. الاكل سهل جدا، الاكل سهل جدا عشان الانيميا بشكل عام. احنا العسل الاسود، الكبه،
اللحوم بشكل عام، البقول زي ما قلنا عليها، اضافه ان احنا هنمنع الشاي بعد الاكل، لان الشاي بعد الاكل بينزل يروح واخد الحديد على بره، حديد التنميك ياخد ده على بره خارج الانسان في البراز، يبقى انا الانيميا بتزيد. ويفضل كمان وانا باكل اخد فيتامين سي مع الاكل، سواء في السلطه اخد فلفل او اعصر ليمون على السلطه او اشرب ليمون وانا باكل، او الليمون احط يعني الحاجات دي كلها بتخليني، او البروكلي. الفيتامين سي مع الاكل بيزود نسبه امتصاص الحديد ويزود الفرصه ان انا استغل اكبر قدر من الحديد في الاكل، وبالتالي افضل لي ان انا احط فيتامين سي. برضه يفضل ان انا اخلط الاثنين، اخلط مصدرين للحديد، يبقى انا اخد مصدر حيواني زي البيضه مع الفول او اللحم مع فول الصويا، البقول مع اللحوم، بتبقى توليفه جميله جدا وبستفيد اكتر من الحديد واكتر فرصه للجهاز ان شاء الله. تمام دكتور برضه في معلومه ان السكريات بطيئه الهضم زي عسل النحل والفاكهه بتنشط المخ. هو شوفي، هو المخ نفسه حضرتك اللي انت عم تسالني من شويه، المخ غذاء الجلوكوز ودي كلها سكريات، وانا من مصلحتي يبقى عندي سكريات الجلوكوز سريع شويه، ذكر الفاكهه اقل شويه، مثلا النحل ابطا شويه، ولكن انا عايز التوليفه دي كلها ان انا لازم الجلوكوز والسكريات موجوده عشان التركيز والذكاء وما ننساش ونوخم والكلام. يفضل ان احنا برضه ناخد السكريات اللي هي غير مباشره زي الفاكهه بشكل عام، وانا لما باكل الاكل بتاعي هو بعد شويه هديني سكر برضه، بس برضه لازم ناخد الفاكهه كوسيله غير مباشره وبالتالي عسل النحل افضل من السكر الابيض اللي على طول، لان السكر العادي اللي احنا بنستخدمه بنسميه من ضمن المواد اللي هي السموم البيضاء. يبقى انا الملح بالنسبه لي والسكر بعتبره من السموم البيضاء. الملح ليه مشاكله كتير، بيرفع الضغط ومشاكل الكلى والكلام ده وقلب الشرايين. السكر العادي، السكر الابيض المعتاد اللي احنا بتاعنا ده بيقلل المناعه للاسف، وبرضه ممكن يدخلني اذا كترت منه بيخلي مشاكل السكر عندي كذا. تمام يا دكتور، هنتكلم برضو عن اكلات اللي بتفيد في عدم النسيان كمان شويه. دكتور مجدي بدران موجود معانا على الهواء، اللي عاوز يكلمنا على تليفوننا 257-85-853 و257-93-195. هنسمع اغنيه في المول ونرجع تاني نكمل مطبخ رمضان.